Kiren Sayop إلا كرنكم كرن سيوب تام حيسام وحايسات متابعين لبرنامج سناي بدحنا مساكم. اليوم أنا وحنا عادل صالح بقلد وراديو سعيوب بكلية دابلنا مسامكم هلينا برنامجنا يوم بخصوص ناي إثيوبيا بحر لتقبأني وميناء لتقبأني وعصبنا يتان بيلت لأنبتتو زيادة اللي أيام اللي هند قرقرت سك جزر دهلك ناينات ولتقبأنا للبل وزير خارجيتنا إثيوبيا كم سلم دلت هاجس السماعة والموضوع ناي بحر وناي ميناء بزح وعده الله وزك أزي فنج إريتريا وإثيوبيا حل بعد سحيالاني لكن التل من اللي كينيا فنج إريتريا وإثيوبيا عند أتيت قليل مشاكل ناي بحر لقبا ولا بعد دي بناي سلام قل تبصحو بناي أمريكا لا تهيا بايا ما مبو بقصتها ليه لبل سامعة معلنا يوم اللي تهديداتنا يا اثيوبيا دي باريتريا لقبها الله ولا موقفنا لمعارضتنا يا اريتريا من اللي تهديد ممثل لبلغ لغ نرئيته مثل استاذ عادل سك دنقوبة مثل نقد تصنعهم متابعتكم نحمد استاذ عادل سنماسي. مرحبا كم ساكا كها اسمعك أستاذ كرار. تمام. طيب أستاذ اللي تهديداتنا اثيوبيا أنت أتابع لك طبعا اثيوبيا من زيادة لا بديل تقول علت يمكن بحر نحزة وعصب نحزة تقول علت زي هنا سكل الجزر ما ناينات تقول هليت ولموضوع حل بديو يمثلني ولا كينيا ما بقصت من تهلي وسك زي واضح لتأمر على بوني كينيا بقصت اللي تبهت الأغلان سامع لنا لكن لموقفنا إريتريين بالذات معارضتنا إريتريا دي بإثيوبيا جيسو تقبلها الليت وصرا كمان دي بقسيت الليت وقت بدي بقى طبعا وقت بل السنة اللي أزر اللي موضوع حديث دي ونتعاقلها اللي أنا بهلتو كفات إيه يا أستاذ عادل أولا لك اللي تهديد بقى بتنا من قبل يعني لو مسيبين أمانهم تو قلمي أمانهم من قبلها بسلام يا حزا ولا بحر بقانون نايل الدولة اللي بقى ولا نايل إقليم اللي بقى لا سمع بو عندها حزوا هي لا تقبهم ينسوا يعني. تمام شكرا أستاذنا كرار. اللي تحديث اللي بقوله تحديث دائما من مدة دي مدة إثيوبيا تشنه طبعا تشنه هم قدم اللي ذكرناها مرت من هنا أورود اللي ناشط سياسي ناشط وإعلامي ساخرته يعني للترجق بزحدي لهجاوب ترجقوت لحاله فوق سنة اللي فهم الأدام لعامية الأدام فبيلا توبيا كما نسيت لعمسات تشنه دول سميتنا إرتريا سمع كيوت سعينية وبحر واللي تبركا لبحر بلت ود دائما بد الشفاكم سلهوت توبيا دائما من مدد كانت تشنه وتهديدنا توبيا طبعا أمورته من زمن ثورت يعني رأيك من قبل اللي بحلا يوم دي سقراتهم عند السعودة سمع يعني أمت على بس أزحنا لا كان ليه ليكم الدنيا بديامة لين البلو طبعا تجارب هلا تقولون دي ثورة إريتريا من اللي ودو يعني لفشلوا دي معارك بزح نتذكر إحنا نعيش عندنا من لدور سراويت عند الدرة وسك ساحل عندنا الساقرو زراف دربنا للدرة وعلو حاريت تيو عندنا قبل العربات من اليوكا كل جنايز دي بنتو لك قبل علو مستشفيات قيس ومستشفيات ملي فكنا لا تلا حالتنا إثيوبيا تبل دي يكون عند تودر يامه لنا أدي ما سك أدي كمان عند تبل لنريه لنا لكن طبعا من حكومتنا إريتريا نظامنا إريتريا هي كما يودر قدام كما نظامنا ثورته لقيس لهلا سك أدي الشعب حتى حقيقتي الأملكوني قبل فترة دي بزماننا ويانا العادات قل شعب دي بحرب قل حركوا كله شوية شوية لشعب الأيام لي نيوت على
قال له حكومة لأمنا على سك آخر دي بحر بنيوت على فبزح لأمن على بالتالي لو قلت لها مثل حرب دي بقول لها تحرك لشعب يعني يعني سلف وقال لها خدمة ناخذ عوام يعني قشوهم كمأتوت الله وشقر اللي بيلوهم من دي بحر بأتو وبالتالي هي الايام اللي هي يعني بزحتها قديم دي بعلام دي بحرب ومتود الليت ويانا كفت ود الليت وانا مانيفستو انا تجراي تجرنياتا مسهلت وسجر مربنا يستبل لبل ولكن هذا تمل بلاكم من نظامنا ثورته تمل لبل وإثيوبيا تتهاجر فإلا من ما تسريحات إثيوبيا استبدلت تهديداتها أنه إريتريا قلت إتيتو لأنه بحر أحمر والجبة حق انتلاته من بيرتو وإريتريا قزق النيدياتو وإريتريا كنادو ابتدى خلى معارضتنا إريتريا يعني كفلت حصله سروا قال يعني اللي هجينا إثيوبيا يعني تسريحاتنا إثيوبيا سنسقوا وأبوه لأنه شتاء والا ودا يكون من قبل بالعكس لهجينا اثيوبيا قل خدمتنا يقول لنا نظام خدمو قبل لا بزحام معارضة بدير ما اسقا ما قالوا بلا العلو تم بلا وزاد دي بلا علو وامت على با ديبا نظام التنكبو اندي اللي تحاسبوا لنظام وبسبت كاتو اللي كنا قايبها مهلينا اندي اللي بلو مباشرة ديبا نظام اللي وسرق عليه امتي من معارضة هي يعني على نيميلي بولند يكون إثيوبيا يعني ولو من زبط النامة من اللي نظامنا إريتريا لو وديناته من هو العل يتودينا قدم اللامة إثيوبيا لو وديتو ونظامنا إريتريا لو وديو دب ميزان كريكاهم من قبي إلا زي النظام اللي دب 30 سنة ودينات الهلا فتوكاب لأكم من إثيوبيا قلت لي الناس تحسب الهليت ولو وديتو قدم الله إثيوبيا طبعا سك أزي تقول هلا لازم يكون على الأرض واجهة هليتنا اللي بالمفهوم هلا قلوم والسروقة اللي هي مجموعات حتى هي لا كم إنه فرص تتنفع منها تحزي فنق إثيوبيا وفنق إريتريا لما تصير حرب ومشاكل قلت نفع منها لحظه وإثيوبيا ندقيسوا يعني كنا نظام يعني سدايت قلت سألوا و ولا معارضت لنا يوم هي اعتراف وقلت تركب لن يعني كم سأل النوع اللي هي هلا والا نوع اللي الريام اللي انا قلت حاجه يبغى تجيب موضوعنا خاص بالجيب نوع اللي يعني يكون بالاخص هلا وسروا قال هي برضو كلنا قلنا نتنفع من اللي تقلنا بحر الأحمر قدام مصالح اللي تقولوا مصالح مشتركة فنق كله اللي بلتو اللي كمان حدام هلوكم سروا اللي فكروا من يكون ارتريا من مستفيدة خليت من بحر الأحمر سياس نوس اندفع قرد بعلامنا ارتريا اللي تقايح بحري هليتني وارد وسرقاي هلاني نوس اعترف ارتريا كم فشلت كدولة دي بناء وتعميركم فشلت وهتفاشلكم سلتوا نوسع اعترف دي وسائل الإعلام نايلة نظام ومسائل له كل هي يعني حتى كمان ردة فعل لا من جوا ولا من برا حبتي يعني اللي فإذا احنا دبن قلنا تهاجيت مثلا إلا نوعيات إلا لا من لا كم اللي ظروف إلا دول تحصل في إريتريا وفي إثيوبيا كنا مشاكل من جديد دولة تحديث لحصل من إلا قل استفيد لحظه ك نفسهم شوية أو هي لتجمع لنا قيمة ذهبوا يعني نظامنا تحالف للبل يعني ادعاءاتنا تحالف اللي لو دي يعني دي بدي سبب جيسو زي دي بالموضوع اللي مباشرة عندنا التسك خلفية نحذي أول حاجة علاقتنا مع عرضة إريتريا وأنظمتنا إثيوبيا كفوق مثل العالم فأنت تحالف قلت لي هذيك من قبل مثل حكومة عباي مثل حكومة كنك مثل حكومة إثيوبيا مثل يعني لازم أنت يعني قلق اللي هلا الكبو يعني ميتو تحالفات قلت لي هذيك من قبل طبعا لا قوة ولا حيلة ولا اتصال لا قوة ولا حيلة كله يعني نوعا ما أنت قلق اللي هلا الكبو مثلا أرد أقل حاجة معارضتنا إريتريا أرد ألبان وفي نفس الوقت كمان جماهير ألباني يعني دي بريتريا عندنا قبت مثلا دي بريتريا عندنا شعب عندنا الزمت وبرامة عندنا الزمت دي معسكراتنا لاجئين عندنا الزمت قاعدة واجهة يكون معارضة إريتريا لتملكها بل وسائلنا بل غرفنا يزوم وصفحاتنا فيسبوك فحبت قلت لك يتقدرني يعني منصات السوشيال ميديا يعني. أيوة يعني معارضتنا إريتريا عامة لتملكوا منصات
شو يعني سوشيال ميديا صفحاتنا فيسبوك بواجب كمان لمنصاتهم كمان يعني بواجب كمان. شغل جيش أهلبوني بهلتكاتو تجنيدي توديني يعني مع سكرات ألباني بهلتكاتو. معسكرات نظمة حاجات عبايتها، حتى الشعب الألباني جماهير الألباني مثل يعني قاعدة ديبان دمت مسكر للمعسكرات لاجئين دي السودان على وقت من الحرب اللي ودعم هيا مثلا اجتماعات قلت دي سيمينارات انت وديت رسالة قلت تحالف ومروتنا شعب قلت ايه قلوا قلت يبل مثل شعب حبت وادتي يكون امبل دي باللي حياته من ما دي باللي وسائل التواصل الاجتماعي دي بو تأسسكم ما معارضتكم ما اقولهم لقبا مثل اليوم هذه بالله غرف نيزوم دي بلا اجتماعكم سلحدو مثلا دي بو قرارات نسو ودي بلا تهاجو ودي اجتماعات مغلقة. فإذا المعارضات حبت ألباني إذا لكن أستاذ إلا معارضات اللي شباب زلدي بشوارع أوروبا وأمريكا وأستراليا لقيناه بلنا يا شيخ شعبان وبعد فقرة مظاهرات ما اللي معارضته يعني شباب زحتوا وشباب وشابات في الحقيقة يعني وسبعة بي ونعيش وكله تريح كان تمام. ما نعم. إلا تلا ملا معارضة أستاذ ممكن فعل دي بي هليتني دي مع شغل عسكري وديتني لكن كمعارضة هليت التشوارع هليت ومظاهرات هليت جنيفا نيويورك واشنطن نوسكات ريال هيك لندن. شوف كرار نحن المشكلة ذات هنا ما بين معارضة سياسية منظمة ونشطاء فنقهم فنتيه اللي أنا نحن نشطاء هلا وقلنا دي باللي منصات ناي ناي لا ناي تيك توك ناي فيسبوك دي بو لا لو من ساكبام يكون على الأرض لكن حتى هليتنا مظاهرات نحن من سنة 2014 مظاهرات لما نفكر لها لنا ومظاهرات كمان آخرتها شباب منهم أديس أبابا وضحوا وقال لي إن بصح دي بنحز لنا يمكن شوية كده خلفية ويعني يمكن وعامة دي بعلاقتنا مع عارضتنا إريتريا وإثيوبيا دي بخلفية إنها بنحز لنا. فلما عارضتكم ما بينكم ملكية أنا حبت لتملكوا ألبان على الأرض نشطائنا فيسبوك كمان ونشطاء هاللولة معارضة للشباب معارضة شبابية لكن مبلى صفحاتهم ومبلى لمنصات لنا يوم تأثير دي بشارة لو دونا إلى مظاهرات الأخيرة لفقرة المظاهرات هي في حد ذاتها يعني اتجاه للجيش اللي كمان اتجاه بعد جيش اللي تمام. فهذا ميتو هذا لا نريد له لنا دي بل مواضيع لنا إلى علاقة إثيوبيا بمعارضتنا إريتريا. إثيوبيا طبعا فترة من الفترات دي بل سنة حربنا سنة 98 يعني ثلاث ورارات أصل حد هتم ومثل نظامنا إريتريا دي فترتنا حرب العلوة. أخيرا قرار حكومة إثيوبيا نسألته مباشرة لموضوع التخلص أسمارة قلت إيه الجيش مجدد عند وديت أسمارة قلت بصح في أسابيع فترة ولا أسمارة قلت بصح فشلت مباشرة دعوت دي بمعارضاتنا إريتريا أسيك أديس أبابا دي بتلاقي يعني دعوت وديت وكله معارضات أسيك أديس أبابا. إذا هذا فترة لها يعني فترة يمكن فترة ذهبية تاعنا معارضة لعالت جني بنقدر لكن معارضة برضه لو وقت لها حبت تتملك على عالتني في ستدي بإثيوبيا كم نظامنا يعني ابتكار البهل الرقيق للبهل يعني يعني سديتي قلت حذي ودو قلنا وهبونا قلت يبل إن يكون يعني إلا بنا هلينا جنود بنا هلينا عساكر بنا هلينا أنتم دي بالعساكر اللي يعني تأييد عالمي دولي نركب المجتمع الدولي اللي أيدنا أنتم كان كلمتها بونا أنتم اللي قدموا قلنا إحنا ما كنا قلنا قدم تبي دي بالمستوى اللي طبعا بعد حتى يكون معارضتنا إريتريا. فإذا إحنا أسك لفترة الأسك 2018 يعني فترة ذهبية بالنسبة لنا معارضة إريتريا على مساحة عباية هيبتك على أسك تنظيمات بقبائل بقى قوميات بقى تنظيمات يعني تنظيمات السوس على داخل يعني دي بداخل إثيوبيا. وبالتالي لكل حرب بس يعني حرب السيم دي يكون قدمي ند أيامنا سنة 2018 من علاقتنا إثيوبيا وإريتريا من جديد حق سنة فترتنا شهر عسل مباشرة يعني تحالفات ما بين السياس وما بين أبي أحمد لفترة دي وقت لها
كلها تنظيماتنا إريتريا من إثيوبيا كلها طردت مكاتب الدباء ودي بأوروبا ودي بسودان أقبلت من جديد إلا عالت إلا فبالتالي لا خلافات من جديد حقوا استبدأ في إريتريا وإثيوبيا لعيبة جديد يعني شبابية ظهرت معارضة شبابية من جديد كمثل بريغيدنا حمدو لا يعني دي ايوه استاذ هذا برجيتنا حمدو اتذكرك برجيتنا حمدو ده دي اثيوبيا هلا معسكر بديبو دي منطقة عفر مثلا اثيوبيين مثلا تجراي حرام مريت لولا مسلم يعني تدريب أنبتا وديبو عسكرام هلا لقيادة لهم أنا ما وأنت أنا أمرهم إلا زي ما فعلته يعني دي اثيوبيين ده جيسو أردت هي بيوم ومعسكر ودو وجيش ودو القتال جهزام هلا يعني جيش الأبوم لبريغيدنا حمدو لكن هلو دي بمدر أزاي عن اثيوبيا بس حاول يمكن دفان دي بيلو ودوا طبعا لكن أنبتوا أزج ورد اثيوبيا أتوم نتان دي قبو ولا قيادات بعد كمان تنظيمات تحالف مجلس كلهم جيسوا اثيوبيا ما هتوتا زحنا بقول عليك الرقيت تولي الرقيت انت عمرو لك بتقرأ أيوة لكن ميت الناس كده التعويض برجعنا حمدو معسكر ودينا له بلعله وهو قبب كاهو معسكر الأبوم لبريغيدنا حمدو نوس نوسهم دي بتوبيا وقيسوا نوس نوسهم بأسوا يعني أول حاجة بريغيدنا حمدو اللي تتبهل دي بكده كفلت بريغيدنا حمدو الثورة الزرقاء اللي تتبهل بينا قبت لهم أنا أردنا نهيب بحرناتا و يعني سيادتنا دي بقى يعني قلنا يقدرنا للبل وحتى هي والله قنبار ما ظهروا أسكر لهم أسألنا زميتهم اللهم هي اللهم عيال لو دي اثيوبيا برو ولا من أوروبا مسأو ولا ميتهم لم دي بسيبيا بدير ذاته دي يعني دي بروبا يعلوني دي بروبا يعلوني لم دي بسيبيا لا فرعنا بريغيدنا حمدوته بعموم تلا على بديل كوفلتي علتني لفترة اللي بريغيدنا حمدو دي بروبا حقت كافلت تأثير وده طبعا دي كله وحاريت هي مجموعة متشددة لبولهتهم والصوفة المجموعة المتشددة دي مثل شيطان ملك بقى قلنا حارب حليت قلنا للبل مبدأ لقومته من تسميتهم اللهم من تسميتهم اللهم لقنبار اللي تبهلوا لهلوتهم قنبار اللي تبهلوا لهم مباشرة أديس أبابا قيسوا اللهم ولحقانات أزل لأن كيروس قود دومتو مسلوفوي ولا بعدامتهم ايوه الا مجموعات الله ان شاء الله مثل شيطان لقبا احنا للنظام ضد النظام احنا ندبيرو طبعا قايس سامع لو دي قلنا عفر دي بزهروا فوت اندلبسوا وما عرفكم مشاتكم من الى عفر ايوه اندلبسوا ودي بس بيلا نبرو لاجئين هني اللي ما برقد نحمدو واديام على الثورة زرقاء اللي تبهلا الثورة بيلكا الزرقاء بهلا لهم يلا جنودنا لا بدير حوبرام دي بوم تم دي بجبهة الشعبية لعلو دي بجبهات لعلو اللي لهم هي ايه اتجاه بعد لهم نوس نوسهم دي بكلا يعني دي بكلا ده كفلوا هذا نوس نوسهم دي بحد فتنة ودو مم. اخيرا كمان 3 نفر منا لهم مجموعة الثورة الزرقاء ثم مثلا من يوسف جونام علو قال حل اتهمهم تهم الاتهام للتهموا قال جماعة قنبار تهم الاسجنونا لتبهل ودي من السجنوا من بوليسهم لسجونهم على وبالتالي من سرما دي بالخارج انتابع عنا تبرعات قبوا لهم على عوائلهم وكمان حملات قبوا لهم على محامق اللي ثبت لهم فبالتالي لهم لا قنبار نوس في حد ذاتهم هنا قلنا افقرهم نقدر الدمين اندم سنه يعني بدير وديتكم وديكم لبولهم هاريتي قلت افقروا يتقدروني فحاولوا توم لكن يقبوا قلومني ودمين مسعود بحلو بدمين أذهبتهم بطريقتنا دمين تنا فاقرم لا برقاد نحمل الناس لقنبار لحد ذاتهم جيش على بوم نحبت على بومني يعني آخر حاجة اجتماع مؤتمر قبل أسبوعين وادي عمل على ودي بفندق يعني يمكن لحضروا دي 61 نفر ثم لو 61 نفر لقبوه هم وسائل التواصل الاجتماعي دي بقى قنوات نايلة معارضات اللي بلا حبروا على ثم ما بين قاشة ولد تقرا للبهرة ما حبرتم كم قاشك 4 على وديبو ومجموعات حتى وورو فنان مثل فرقته ولا مجموعاتنا بريغاد وبالتالي كم يوم 3 يوم ديبا فندق فندق دب او ديبم فحبت مبلفره فقروا وقيادتي افقروني لهم جيش لبهم ولا مجامع افرادهم مجامعتهم ولكن يعني دي من التنكبوا قلنا هذول حذروا الناس اتجاههم امرام هلو اخيرا ذات لبوليس لحكومتنا اثيوبيا امرامهم ف قل عارضوا لحزون دي يكون قل غيروا يلحزون اللي كمان اسماء هاي بامامتهم لا الثوره الزرقاء اللي تتبهل فيها حد ذاتها توم ناس اللي بكلكوا فولامتهم لما مسك هذا لكن خلافاتهم داخلي تهلل اللي تتبهل اللي يكون علني هلاني الا من بريغيدنا حمدوت الا قلت رغيت لقى سامتهم حتى من نومتهم مجموعات حتى ظهرت من شبابنا دي بقول لنا
مظاهرات لأقلوم ذاكرة على كلا شباب بنسر حقو شيخ هيا شعبان. دي بأوروبا ودي مظاهرات بأمريكا لبقولوا دي أوروبا وأستراليا. وأمريكا. نعم. لهم طبعا بدايتهم اندفاع شديد على وقروم قيس على ولا مظاهرات يعني بنسبة كبيرة ناجحة على ولا صوت لنا يوم بصحى ومشكورين اللي بلا حتى قصورام يكون لشباب. لكن أما الأبان كلوت نفر من يوم دي بأدي سبب زهروا ثم مفترض يعني بشارتنا سياسة وعلت يعني انت جيسو ستورتو من نفر الجوزام يكون قنيجيستو وتلاقونا ونوسنا بسلادينا جيس لنا تيارتنا اندي لبلو مباشرة جيسو ودي بلا بيلو لي بلو كل حاجات كأمرتي يكون مكم سل بحلو منكم سل قابلو لكن غلط لنا يوم فيديو من كين فيديو دي وسائل التواصل الاجتماعي ندأو دي بكم سل هلو أزهروا والا هي استفزاز عبقة بدي بساحة ولا قدام نوسو دي بحت كفلت المظاهرات بدل ما دي حتى دق جيس على باتجاه ورق جيس على كم تتكفل قبل والسياسات. حيسام وحيسات متنسيتنا ومتابعتنا اللي اليوم لا أدى لنا وأقول لكم أولاي كفالتو من اللي برنامجنا تهديدات إثيوبيا ومعارضات إريتريا اللبل، وإن شاء الله دي لا متسأل كالي برنامجنا كال أي كفال صوتنا متسأكم سكلا وقت لهي اللي برنامج دي كله قلب صح شير وسابسكرايب ولايك ودو. سؤال من بكم أو ملاحظات من بكم موقع يوتيوب عندما تأكم دي وقت تكتبوا قدروا اسك بحديث برنامج مساكم دحن وسلامت. حيسام التنسيت كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليا ملعنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقدنا متركمتو أسكو دحن اسمنو